أنا أسألك من البداية، هل طلب الهلال حكام أجانب لمباراة الأهلي أقصد؟ صحيح عادل. الحقيقة الهلال يعني قدم طلب تحكيم أجنبي للمباراة، لأنه ما في شك أنه الجميع يعلم أن المباراة مهمة وقوية بين الفريقين الكبيرين، وبالتالي من مصلحة الفريقين ومصلحة أيضا التحكيم المحلي أن يقود هذه المباراة حكم أجنبي، لأنه حتى الآن ولله الحمد التحكيم السعودي يسير بشكل جيد، وبالتالي الحفاظ على هذا الاستمرار وهذا التألق للتحكيم يعني لا يمنع أن يكون هناك حكام أجانب لمباراة مهمة مثل هذه قد تشيل الضغط قليلا عن الحكام وتجعلهم يستمرون بنفس النجاح اللي حققوه حتى الآن. طيب، يعني اللي يعرفوا جاكم رد حتى الآن بتكليف حكام معينين، حسب معلوماتنا بأنه أنتم يعني تجاوزتم الوقت المحدد وبالتالي في محاولات ما زالت جارية. جاكم أي خبر جديد؟ الحقيقة ما في يعني ليس من النادي أن يتم يعني اختار النادي، إنما النادي عليه أن يطلب الحكام الأجانب، ويمكن التأخير كان عبارة عن يوم أو يومين لا أقل ولا أكثر. ولكن الاتحاد السعودي وعد أن يبذل جهده، وبالتالي يعني حسب مصادرك أنه إن شاء الله في تحكيم أجنبي على مستوى جيد للمباراة. نعم، احنا عندنا مصادر انه التحكيم سويسري، قلت اتاكد اذا كان وصلكم شيء، لكن كما قلت ليس من المعتاد ان يتم تبليغكم، لكن هل تم تبليغ الهلال بانه فعلا وجدنا في حكام اجانب ام لا؟ للاسف يعني المعلومات يعني ما اقدر اقول انه ما تم التبليغ علشان ما اكون يعني غير دقيق، لانه حسب معلوماتي الشخصيه انه لم يتم تبليغنا حتى الان. طيب، بشكل عام كان قبل قليل الأستاذ عبد الكريم الزامل يتحدث عن مسألة التأخير، أنه لماذا يتأخر الهلال إذا كان عنده رغبة والجدول واضح عنده. هذا شيء أكيد، يعني أنه الأندية كلها يعني يفترض أنه كل نادي يكون عنده توجه إلى طلب حكام أجانب أنه يكون يعني من وقت مبكر، لكن زي ما قلت لك اللي بالنسبة للهلال يمكن كان عبارة عن يوم أو يومين، قد يكون صادف خميس جمعة، يعني أيضا هذه أشياء يعني تحصل في بعض الأحيان، لكن إذا كان الاتحاد الكرة يعني يوفق في الحصول على حكام أجانب هذا شيء جيد ومطلوب، وبإذن الله أن الأندية جميعا يعني تعي هذا الأمر وتبدأ الترتيب والمخاطرة من وقت مبكر. أتمنى لكم التوفيق. شكرا لك عبد الكريم. شكرا للأستاذ عبد الكريم الجاسر، مدير مركز إعلامي بنادي الهلال. عبد الكريم؟ لا، بالحقيقة هو طبعا الأستاذ عبد الكريم طبعا أقر بأن نادي الهلال بالفعل يعني تأخر في الطلب. أنا أقول على أساس أنه ما يفسر، يعني قد يعرف الهلال أن من الصعوبة في مكان إحضار طاقم